دايما فيها حاجة حلوة. يعني في وسط الأجواء السلبية والصراعات الخفية والحرب اللولبية اللي بتمارس بشكل مختلف من الناحية الإعلامية، وبقت النهاردة المسألة البطولات اللي بقت في الشارع الكرة في مصر مش بطولات في الملاعب، ولكن بطولات في سباق اللعيبة وخطف اللعيبة والكلام اللي هو في القصة دي كلها. وبعد المسألة النهاردة يعني لما تيجي تبص لها بتلاقي انه المال هو اللي بيلعب الدور الاساسي في منظومه كره القدم في مصر. هتقولي طب وماله؟ ما هو المال صح انه يلعب الدور الرئيسي. المال بيلعب الدور الرئيسي اذا كان في شكل منطقي علمي لسياسه محترفه صح، لكن ما تزال المنظومه الكرويه المصريه ماشيه بشكل عشوائي، وبالتالي اللي يقدر على التاني. دي واحده. الحاجه التانيه، ناس كانت بتتكلم عن تجارب احترافيه. تجارب احترافيه، ناس بتتكلم مع محمد عبد المنعم بيشم نفسه اهو راجع، تريزيجيه اهو الراجل يعني راجع، مصطفى محمد بيتجرجر عشان يجي. المال بيغري اي حد، وبقى المقياس هو المال. وشفنا في تجربه زيزو المال هو الاساس، البحث دائما عن المال، وده مش موجود في اي دوله متحضره في الكوره. كل دوله بيبقى لها نظام مالي في نظام الكوره يعني، وفي لعب مالي نظيف وفي ميزانيات وفي رخص. كل ده مش موجود هنا خالص. فبقى المال هو المسيطر وهو المهيمن، وده هياخد الكره المصريه عشان تخبط في الحيط. بدليل ان انت النهارده بتتكلم على المستويات المحليه، يعني الفرق المصريه كلها محليا لا تليق بيها الكره المصريه. وشفنا ده في دوري الابطال، وشفنا في الكونفدراليه لما تقارن المستويات الاربع فرق المصريه. الزمالك خرج طبعا لانه ما فيش حاجه خالص. المصري يعني خد يعني مسك سكه وما كملهاش. يعني بيراميدز كان ممكن يطلع لانه برضه فوزوا 4-1. الاهلي حتى مع الهلال يعني الدنيا ما هياش احسن حاجه. ليه؟ لان نظام الكوره في مصر ما هواش مظبوط. وسط الزيطه دي اللي هنتكلم فيها في تفاصيل بعد كده، في محمد صلاح، الوجه المشرق، الامل الحقيقي، السفير الفرعون المصري اللي بيقدم البلد بشكل محترم. الثقافة، الوعي، الاحترام، اللعيب اللي صنع نفسه، اللعيب العصامي اللي شق طريقه، اللعيب اللي انجلترا كلها كانت بتجري وراه، واحد من اعظم اللاعبين في العالم. ليفربول رضخ لكل ما يرغب محمد صلاح. محمد صلاح شو بيتكلم بشكل يعني كأنه مش من هنا. يعني الجهل والتخلف اللي بنشوف فيه كتير من اللعيبه بتتكلم. لما بنشوف محمد صلاح بيتكلم باللغه الانجليزيه والشياكه والاناقه بيوصل رساله جميله جدا جدا، عنوانها الفلوس ما بتعملش حد. الفلوس ما بتعملش حد. ولو كان صلاح عايز فلوس ما كانش قاعد في ليفربول. كلكم عارفين الاغراءات الماليه اللي كانت على صلاح من كل الدنيا، ولكنه آثر أن يكمل مشروعه اللي هو بيتمناه في واحد من أعظم دوريات العالم. اللي عايز يتعلم من حاجة يروح لمحمد صلاح، اللي عايز يحس بقيمة النجم يتكلم عن صلاح. فمسألة الأساطير اللي كل من هب ودب بيطلق على نفسه أسطورة النهاردة، في طبعا نجوم يعني كتبت أسمائها في تاريخ الكورة تستحق أن تكون أساطير، لكن مش كل من هب ودب. ويظل محمد صلاح هو الأسطورة الحقيقية اللي بتجمل صورة كرة القدم المصرية وبتنورها بره، بعد بكل أسف ما أنوارها بتتطفى جوه. وشكرا لحضراتكم.